ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل شيفنج لبشرتنا وفتله لشنبنا، وهنعمل حواجبنا هنضفها بالملقاط. هنعمل اللي هو التركات دي كما يجب ان تكون بالظبط. اول حاجه وشي بتبقى غسلاه كويس جدا ويبقى نظيف، مش عليه مش عليه اي اتربه او اي حاجه. نغسل وشي كويس جدا. بعد كده هجيب السيرم بتاعي الزيتي ده وابتدي ان انا احط منه على بشرتي. اول حاجه هعمل شيفنج لبشرتي كامل. تمام، هنبعد عن البيبي هير والحتت دي. هنركز كويس قوي، هنركز كويس قوي عشان ما نشوفش اي بيبي هير، اي حاجه مثلا في البشره زياده، اي سوالف، الكلام ده لا. بص شايفين ده سيرم على فكره، بديل الزيت. مش عندك السيرم زيتي حطي زيت الجوجوبا. تمام، زيت الجوجوبا لو بشرتك مختلطه زي كده. لو بشرتك مش مختلطه وعادي حطي زيت مش عايزه احط علشان انا حطي زيت جونسون عادي، او زيت جوز الهند لو بشرتك جافه. خلاص هستخدم الشيفنج دي حلوه قوي وعمليه جدا. فتح كده، فك كده. بعدين نبتدي ان احنا ان الودن طبعا هنبعد عن الودن والسوالف دي. هنيجي من تحت هنا كده. سامعين؟ شايفين؟ سامعين الصوت؟ هي دي بقى بتشيل معانا بقى كل الجلد الميت في البشره، كل الجلد الميت في البشره والشعر الورقي اهو. هحط شويه سيرم كمان علشان ما اجرحش بشرتي. خلي بالكوا عشان النوع ده حامي جدا. عشان بصوا مش عارفه واضح ولا لا. شايفين شفتوها؟ بصوا شايفين؟ ده الشعر الورقي. خلاص انا كده عملت الناحيه دي كويس جدا على فكره. لفت عليها شمال ويمين وفوق وتحت. هناخد دي كده زي ما انتوا شايفين كده. بس تحسوا الشعر اصلا بسيط جدا. بستخدمها بقالي سنتين مثلا، وعلى فكره بستخدم اي نوع، مش شرط نوع اوريجينال واو وكده. وهو الشعر بيطلع خفيف جدا، مش مجدر، مش ما عملتليش مسام للشعر، ما وسعتليش مسام الشعر. الدنيا زي الفل ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو. انا كده خلصت الناحيه دي كويس قوي. هعمل الانف. بصوا كده، ها بالراحه لانها حاميه. ليه بعمل الانف؟ لان ساعات بيبقى فيها شعر صغير جدا، انت بتبقي مفكره ان هو ده، ان ده بثور سودا. لا، ده بيبقى شعر صغنن. تمام. لو عندك في بشرتك حبوب ما ينفعش تستخدميها من هنا لهنا على طول. لازم قبل ما تحطيها على بشرتك الناحيه الثانيه تستخدمي سبيرتو. اوكي. بعد كده هاجي على القوره. هبعد عن البيبي هير ده. ما شاء الله البيبي هير عندي كتير. ابعد عنه بقى. بصوا هسوي الحواجب من فوق كده. شايفين؟ انا الحته دي عندي بقى اكتر حته حساسه في وشي كله. الحته دي اللي انا بعملها دي اكتر منطقه حساسه في وشي كله. كل واحد بيبقى فيه منطقه في وشه حساسه. بصوا الحته دي مجرد ما باجي ناحيتها بتحمر على طول. شايفين؟ هي الحته دي لازم ترسميها كده. برضو الشعر زياده، الجلد الوبري، كل حاجه طلعت، كل حاجه تتخيلوها. اهو. على فكره الشيفنج دي حلوه جدا بالذات للبنات اللي بتروح الجامعه او بتنزل الشغل بالنهار كتير. اهو شايفين؟ من كده شيلت كل شعر وشي، كل حاجه تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه هتعمليها هتغسلي وشك كويس قوي. هروح اغسل وشي واجي لكم. بصوا شايفين؟ غسلت وشي. تحسوا كده وشي نور. شايفين؟ على فكره اللي انا رسمه بيه عينيا ده كحل. بصوا وشي نور، بس بقى ابتدى ايه بقى يحمر اهو زي ما قلت لكم. شايفين يحمر ازاي؟ طبعا ده ما بنسيبوش كده، ده بنحط عليه مرطب طبي، فيوسي كورت او فيوسيدين او تكسا كورت، اي حاجه عندك فيها كورت. اوكي. تلفيها على صباعك ده، وبعدين تعملي كده مسافه تلفيها على صباعك ده، بحيث انها تبقى من جوه لبره اهو.
خلاص تلفيها كده اهو بصي شايفه اهو زي المقص كده. خلاص يعني تروحي عاملاها كده وتبتدي بقى. موضوع صعب جدا زي المقص كده بس. شايفين وشي احمر ازاي من الشفره. هنا بقى انا كنت خلصت الفتله خلاص، وبعيد بقى على شنبي بالشفره عادي جدا، بيبقى فيه شعره صغنن خالص مش باين وبري كده، بعيد عليه بالشفره. وكتمت بقى الصوت هنا لان كان ابني قاعد فما كنتش عارفه اتكلم خالص. انا كده خلاص خلصت. بصوا شايفين وشي بيلمع ازاي ومنور. هحط لكم كمان فيديو للكريم اللي انا بحطه بعد الشيفنج، دايما بسيبه نص ساعه بس على وشي، بعد كده بغسل وبرطب وشي بالمرطب الطبيعي بتاعي بس كده. باي باي، ما تنسوش اللايكات والكومنتات.